بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في قناتكم قناة مسلام الطبخ. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب، وتقبل الله منا ومنكم صلاتنا وقيامنا وصيامنا بمزيد من الأجر والثواب، آمين رب العالمين. جيتكم البنات اليوم بوصفة لمملحة سهلة التحضير، توجد في وقفة في 5 دقائق تكون واجدة، والأهم أنها راقية في المنظر للمناسبات تاعكم ولا تزينوا بها طاولة الرمضانية إن شاء الله، والأهم أنها بنينة. وندخل مباشرة للوصفة، ما نطولش عليكم البنات. بسم الله. نحتاج إلى خبز توست أو بما يسمى باللغة الفرنسية بان دومي. اللي تحب تشريه جاهز تشريه جاهز، واللي تحب تحضره في الدار تحضره. ونضع في الطحانة الكهربائية زيتون أسود، نكونوا نحينا النواة تاعو، ونضيفوا له ملعقة كبيرة من الجبن طري وفص، ونرحوهم في الطحانة الكهربائية. هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه البنات. لاحظوا، نهزوا وحدة من خبز توست وندهنها بالجبن الطري ولا بالجبن الطلي، نتوما واش عندكم. ونزيد ندهن بالهريسة ولا الكاتشاب البنات كما تحبوا نتوما، هذه مجرد فكرة برك نتوما واش تحبوا. ونضيفوا لها الزيتون المرحي، او بالاحرى خليط الزيتون والجبن، ندهنوا مليح على كامل السطح على قطعة الخبز. ومن بعد نزيدوا طبقة من خبز التوست وندهنوا بالجبن الطري ولا تاع الدهن، ونزيدوا نضيفوا الهريسة البنات، نديروا على كامل السطح. وفي المرحلة هذه راح نضيف طون تاع الزيت، كنت صفيتو من الزيت تاعو، ولا تحبوا ديروا طون تاع الطماطم. نوزعوا على كامل السطح ونضيفوا قطعة تاع خبز التوست. ومن بعد في هذه المرحله نتخلصوا من الحواف تاع خبز التوست، وهذه الحواف البنات راهي تستهلك، ما ترموهاش. واخر طبقه هي خليط الزيتون الاسود والجبن اللي كنا رحيناه، نوزعوا مليح على السطح، ونقطعوا المملحه بالطريقه هذه، نتحصلوا على قطعتين على شكل مثلث، ومن بعد نزيدوا على قطعتين اخرين، يعني نتحصلوا على 4 قطع. هذه هي المملحة البنات، سهلة في التحضير، ما فيهاش تعب خلاص البنات. هاي البنات نكملوها. هذه هي المملحة، وراح نزينها بطريقة سهلة. جبت شريحة من قشور الخيار تكون رقيقة، وضعت فيها كعبة زيتون أخضر، ونلفها بالطريقة تلاحظوا، ونغلقها مليح. ومن بعد نحط لها عود التزيين ونزينوا بها المملحة. هذه هي فكرة المملحة بخبز التوست، سهلة التحضير، أي وحدة تقدر تخدمها، والأهم أنها راقية في المنظر وبنينة. أنا راح نكمل كامل الكمية البنات، إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة البنات، وتجربوها وتنالي إعجابكم. وما تنسونيش البنات باللايك وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا. وصحة فطوركم البنات، وإلى الملتقى في وصفة أخرى بحول الله تعالى. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك،